أيضا وزير الداخلية خلال الشهرين الأخيرين رفض أن يرسل التقارير والمعلومات التي طلبها الرئيس المخلوع من جهاز الأمن الوطني حول شخصيات المعارضة والإعلاميين ومراقبة كل رجال الإعلام في وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة وعدد من الصحف ورجال قضاء وعدد من المسؤولين السابقين ومن كان مرسي يطلب مراقبتهم أولا بأول. ولكن وزير الداخلية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني كان يرفع له تقارير تحوي معلومات عامة وليس بها المعلومات التي كان يطلبها مرسي وجماعته. ستجدون الأيام القادمة سلسلة من الفضائح حول هذا النظام الذي كان سيدمر هذا الوطن.